السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اسماء شاور وفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله هنعمل قطايف رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اعذروني بقى علشان صوتي رايح وتعبانه جدا. النهارده هنعمل القطايف بطريقه سهله جدا وبسيطه. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقه والمقادير. اول حاجه كده هجيب كوز الخلاط، احط فيه 4 كوبايات من الميه. احط في الميه دي معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. ومعايا قصاد ال4 كوبايات من الميه هحط قصادهم كده 4 كوبايات من الدقيق. يعني لو هتعملي بس كوبايتين دقيق هتحط قصادهم كوبايتين ميه. هجيب المعلقة كده وهبط بس الدقيق شوية كده في الخلاط علشان اعرف اضربه. زي ما انتوا شايفين كده. هاخده واضربه كويس جدا في الخلاط لحد ما ينعم معايا كويس جدا وينضرب معايا كويس. ممكن تعملي كل ده بالمضرب اليدوي، بس في الخلاط بيكون احسن والعجينة بتطلع معانا ناعمة ما فيهاش اي تكتلات خالص. هنا بقى كده كان في دقيق كده ماسك على كوز الخلاط، فانا ببدأ اعمله كده بالمعلقة علشان ينضرب معايا كويس وما يبقاش فيه اي تكتلات او اي دقيق كده ماسك معايا في الخلاط لحد ما تنعم معانا بالشكل ده. بفضيها كده في اي طبق عندي واغطيها واسيبها لحد ما تخمر معايا. في الصيف كده بتقعد حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده وبتكون خمرت. اما في الشتاء ممكن تقعد معانا ساعة. بعد لما بتخمر كده لازم تهبطيها، همسك المضرب كده وابدأ اقلب فيها كده. بس انا رجعت حطيتها في الخلاط بيكون احسن، بترجع تهبط معانا تاني وتكسر الخمر بتاعها. لان لو عملتها كده وهي لسه خمرة كده ومرتفعة بتبقى القطايف بتاعتي بتطلع مش حلوة، والثقوب بتاعتها اللي بتبقى فيها دي بتبقى واسعة جدا وممكن توقع الحشوة لما تيجي تحشيها. فبعد ما بتخمر لازم ترجعي تضربيها كمان مرة في الخلاط علشان تكسري الخمر بتاعها. بدهن بقى كده الطاسة دهنة زيت بسيطة جدا اول مرة بس بعمل فيها، بعد كده الطاسة بتشتغل معايا ومش بدهن بعد كده زيت خالص، هي دهنة بسيطة كده اول لما اجي بعمل. هاخد بعد كده العجينة بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ احط كده، حطيت 4 وحدات كده جنب بعض بس تسيبي مسافة ما بينهم علشان ما يلزقوش في بعض. اول لما بحط كده العجينة بتبقى النار متوسطة، بعد ما اخلص برجع اعلي عليها النار علشان تنشف معايا زي ما انتوا شايفين. اول وشها ما ينشف كده وتعمل معايا الثقوب دي خلاص كده بتبقى استوت معايا، بروح شايلها بالشكل ده. اول لما بشيلها كده لازم تحطيها على فوطة كده نظيفة. ما ينفعش تشيليها وتحطيها على صينية لانها هتلزق معاكي في قلب الصينية، لانها بتطلع طبعا بخار وهتبدأ تلزق معاكي في الصينية. فلازم تحطيها كده على فوطة نظيفة، وكل واحدة كده لوحدها علشان ما يلزقوش في بعض زي ما انتوا شايفين. واول ما يبردوا خالص ممكن تحطيهم على صينية وتحطيهم على بعض عادي. هاجي بعد كده هنا علشان احشيهم بالشكل ده، طريين جدا وحلوين زي ما انتوا شايفين. هحشيهم كده بالمكسرات، شوية زبيب على جوز هند على شوية سوداني، وهبدأ احشيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط كده شوية بالمعلقة وابدأ كده اقفلها واضغط عليها كويس جدا علشان تقفل معايا. هي طرية فبتقفل معايا بكل سهولة، بس لازم تضغطي عليها كويس علشان ما تفتحش معاكي في الزيت. لو وصلتوا معايا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا كمان في القناة لو انتوا مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني اي فيديو جديد انزله. بعد ما احشي كده كل القطايف اللي عندي في زيت سخن على النار بنزل بالقطايف، واول ما بتاخد لون احمر حلو كده ببدأ اقلبها على الجنب التاني. وبعد كده بحطها في الشربات وهي سخنة على طول كده، والشربات معايا يكون تقيل وبارد. مقدار الشربات هنا 4 كوبايات من السكر، حطيت عليهم كده 3 كوبايات من المية وحطيتهم على النار لحد ما غلوا معايا. بدأت اقلبهم كده علشان لو فاضل اي سكر معايا ما دبش يدوب معايا. بعد كده بنزل عليها بعصرة ليمونة كبيرة كده واسيبهم على النار 10 دقايق لحد الشربات بتاعي ما يتقل معايا. بعد كده اسيبه على جنب لحد ما يبرد معايا. بعد كده بحط فيه القطايف كده، والقطايف سخنة معايا بديها كده تقليبة واطلعها على طول علشان ما تشربش كتير من الشربات. بعد كده بحطها بقى كده في طبق التقديم ورشيت على وشها شوية من المكسرات. هكسر لكم واحدة كده نشوفها بقى كده من جوه، بجد تحفة هتعجبكم جدا. عملت معانا كمية كبيرة جدا، طبعا مش دي كل الكمية، انا شلت منها في الفريزر وكلنا منها ووزعت منها. يعني بصوا، كوباية واحدة بس هتملى لكم الدنيا. خلاص كده لحد هنا انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.